هل الميت يشعر بمرور الزمن؟ ظاهر الأدلة أن الميت لا يشعر بمرور الزمن، لقول الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته. لاحظ كلمة أماته، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. لاحظ هنا أنه موت، ليس نوم وإنما موت، ومع ذلك قال: لبثت يوما أو بعض يوم. وأصحاب الكهف لبثوا 300 سنين ازدادوا 9، ومع ذلك يقولوا لبثنا يوما أو بعض يوم. والشعور بمرور الزمن يستدعي أحداثا، والميت ليس عنده أحداث، لا يوجد أحداث، فلا يشعر بمرور الزمن، فتكون حاله كحال النائم الذي يرى ما يسره وما يحزنه في منامه ثم يستيقظ. النائم حتى لو نام 24 ساعة أو نام أكثر، هل يشعر بمرور الزمن؟ ما يشعر، لكنه يرى في منامه ما يسره وما يحزنه. هكذا الميت، فالنوم أخو الموت ويسمى موت الصورة. وهذا يستدعي هذا الأمر يجعل الساعة قريبة منا جدا، وأنه لا يفصلنا عن الساعة إلا الموت، والموت لا يدري متى يفجأ الإنسان، لا يدري الإنسان متى يفجأه الموت. معنى ذلك من حين أن يموت بعد ذلك سيتفاجأ بقيام الساعة، وإن كان سينعم أو يعذب في قبره. وهذا يستدعي من المسلم الاستعداد لليوم الآخر، فهو قريب جدا. ولهذا سماه الله تعالى غدا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قريب جدا، كما أن اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، هكذا أيضا الساعة قريبة جدا، ما يفصل بين الإنسان وبينها إلا الموت. والموت كما قلنا لا يشعر الإنسان معه بمرور الزمن، وإن كان ينعم ويعذب، فيتفاجأ الإنسان بقيام الساعة. الذي الآن مات من 1000 سنة، هل يشعر ب1000 سنة؟ ما يشعر بها، ما يشعر بمرور الزمن، وإن كان ينعم أو يعذب في قبره. فهذا المعنى تؤكده النصوص التي تدل على قرب قيام الساعة: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فالساعة قريبة جدا منا.